الأبية، شعبنا واحد هدفنا والقضية، شعبنا واحد. هل بيجي في الرافق أقدر راكدون. Hazreti Resulullah 30 Ocak tarihleri arasında kutlanan Dünya Kudüs Haftası'ndayız ve bugün الأبية، شعبنا واحد هدفنا والقضية، شعبنا واحد. رسولك Ben şu an sizin aranızdayım ve şunları dile getiriyorum aziz kardeşlerim. Bir zaferimiz var. Fakat şu da bilinmesi lazımdır ki Gazze halkı güven içindedir aziz kardeşlerim. Fakat bizler durmayacağız. Büyük savaşa hazırlanacağız. Ta ki Filistin bütünüyle hürriyetine kavuşana kadar. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أقف اليوم باسم فلسطين وباسم غزة وباسم حماس وباسم كتائب عز الدين القسام هنا على أرض ديار بكر الكرام، هنا على أرض تركيا العظام، أحمل إليكم رسائل شكر وفخر واعتزاز. تركيا العظيمة، شعب تركيا العظيم، أهلنا وإخوتنا وأحبتنا في ديار بكر الكرام، أقف اليوم بينكم وأحمل لكم رسائل شكر وفخر واعتزاز. هناك من فلسطين، هناك من غزة رسائل شكر وفخر واعتزاز لكم
يا أهلنا ويا أحبابنا في ديار بكر أحفاد صلاح الدين وعبد الحميد خان، رسالة شكر وفخر واعتزاز من غزة المجاهدة، من حماس الأبية، من أبو خالد الضيف قائد أركان المقاومة، ومن أبا عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام. نقول لكم تحية لكم وشكرا لكم، وأنتم شركاء معنا في هذا الانتصار. من هنا من ديار بكر المجيدة الخالدة حتى غزة المقاومة المجاهدة خطت خيوط المعركة من غزة حتى تركيا حتى ديار بكر. التحمت الجماهير بالجماهير والهتافات بالهتافات والتكبير بالتكبير، فكنا نسمع صدى صوتكم وهتافاتكم هناك في ساحات المعركة، هناك في غزة، هناك في كتائب المجاهدين عز الدين القسام وسرايا القدس. فكانت هذه الهتافات وهذه المسيرات وهذه الوقفات دعما وإسنادا لكتائب القسام في المعركة، فكانت وقود لهذه المعركة، وكانت ملهمة وزادت حماسا للشباب والرجال كي يقاتلوا حتى النصر بإذن الله عز وجل. 7 من أكتوبر كان إعلان الحرب على الاحتلال الصهيوني. في 7 من أكتوبر كان الانتصار الكبير على الاحتلال الصهيوني من ثلة من الرجال ونخبة القسام حفظة كتاب الله عز وجل، جاءوهم من فوق الأرض ومن تحت الأرض ومن السماء ومن البحر بطائرات شراعية صنعت بأيدي القسام، وزوارق مطاطية صنعت بأيدي القسام، وأنفاق طويلة ممتدة حفرت بأيدي المجاهدين، وبصواريخ المقاومة وبالعبوات الناسفة، وكل ما أوتي القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة من قوة دكت حصون هذا الاحتلال فانهارت في أقل من 3 ساعات أمام ضربات المجاهدين. شكرا تركيا، شكرا شعب تركيا العظيم، شكرا لأهلنا وأحبابنا في ديار بكر، شكرا للعلماء، شكرا للشباب، شكرا للرجال، شكرا للشيوخ، شكرا للمؤسسات، شكرا للأخوات. من هنا نقول ورأسنا مرفوع إلى عنان السماء: عاشت فلسطين، عاشت القدس، عاشت غزة، عاشت حماس، عاشت المقاومة، عاشت كتائب القسام. والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، والنصر الإسلام، والنصر المجاهدين، والنصر فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seçkin ashabına ve kıyamete kadar İslam davası için gayret gösteren tüm müminlerin üzerine olsun. Ey göklerin ve yerin maliki olan Rabbimiz, sen ki her şeyin sebebisin, sen ki ezel ve ebed olansın, bizler ancak sana sığınırız.